طه ايه انت يا ولد قوم. يما في ايه؟ قوم. في ايه؟ اول ما يشطحك قوم قوم تعال هنا كلمني. اهدى ايه انطق اهدى. الحشيش يما. بيعمل معك ايه؟ بتاع واحد صاحبي، وايه اللي جابه في جيبك؟ كنا قاعدين مع بعض ونسيه معايا. نسيه معك ليه؟ نسيه معك عشان تشربه؟ وفيها ايه يعني لما اشرب؟ ما كل اللي في سني بيجربوا. الا انت ما ينفعش. انت ما عارفش انت ولد مين؟ انت ولد الحاج صالح الجناوي واخو زين بيه الجناوي. يما ارحميني عاد بكلامك ده. زين زين زين، هي كل حاجه اقولها لك تدخلي فيها زين؟ اقول زين عشان هو كبيرنا بعد ابوك. والله العظيم يا طه لو ما ترجع عن اللي انت فيه ده لا تشوف من وش ثاني. وحقول لزين النبي لو لقيت الحشيش ده في جيب زين لا تقولي حرز ونسيه في جيبه. عشان زين محترم ما يعملش كده. زين محترم عشان ما يعتبره هو اللي ولدك، لكن أنا مش معتبراني ولدك. كان أمي هي اللي ماتت واتدفنت في التراب. والله ما كان له لزوم تكلفوا نفسكم يا حاج صبري. منورين. نورك يا ولدي الغالي، الله يرحم ابوك، كل خير على الكبير وعلى الصغير. الله يحفظك، كان بيحبك والله. نور يا رضوان. نورك يا زين. زين ومنصور يا ابوي زي ما انت عارف عشرة عمر وزمايل دراسة، كان بينا مصايب كتير. اه والله يا حاج، ما شاء الله عليه طول عمره مؤذي وبتاع مصايب. اللي انت بتقوله ده عيب الناس ضيوفنا، عيب. كلنا كنا اشقى واحنا عيال صغيره وربنا هدانا الحمد لله لما كبرنا. ولد العمر هادي وكان نسمه. يعني هو صغير كان نسمه ولما كبر عمل عمليه وقلب رضوان. العروسه فين القعده بقى ده؟ امال العروسه فين؟ ربنا لسه بساله نفس السؤال دلوقتي. العروسه فين؟ اهي وصلت اهي. يا مرحبا يا مرحبا، منورين. انا جاي النهارده انا والوالد والوالده علشان نطلب يد الاخت ليلى. وانا مش موافقه. ايه يا زين؟ هتجوزني غصب عني؟ يا كلمة الرباية ياما كيف تتكلم يا اخوك وانت عمك قاعدين؟ مرات عمي، محدش هيتجوزك غصب عنك يا ليلى. ايه اللي بتقوله ده يا زين؟ مرات عمي. اذنك عاد صبري، ما عندناش بنات. منصور، جايبين تصغروني قدام الضيوف. انا اسف يا رضوان، انا اسف يا حاج صبري. انتوا عارفين كل حاجه بالخناق الا الجواز بالاتفاق، وعيله صغيره لسه. من ناحيته ومن ناحيه امها هنلاقي اندماغها. ودونا 48 ساعه فرصه للرد. السلام عليكم يا زين. وربنا ما انتوا ماشيين لما تاخدوا الواجب. يلا يا رضوان، يلا يا حاج. الواجب وصل صبري. يا زين. يلا يا رضوان، عيبك ده والله. يلا. طب اشربوا الشاي. والله قسم يا زين. شرفتونا ونورتونا حاج صبري. السلام عليكم. يلا يا رضوان. 48 ساعه ارد عليك يا رضوان ان شاء الله، في رعايه الله. وانا اللي جايبك عشان تحل وتوعيها وعامل لي فيها كبير العيله؟ كبير العيله صح كان الحاج صالح الله يرحمه، لو كان موجود كان حلها. بس انت خسران ايه؟ ما انت متجوز ومتهني ومتجوز من مصر مش من اهلك وناسك. ما يصحش اللي بتقوليه ده ياما. لا صح يا منصور، انا اسف يا مرات عمي، بس انت لما جيت لي ما قلتليش انها مش موافقه. عموما انا اسف اني قعدت القعده دي، عن اذنكم. يا زين، عاجبك اللي عملتيه ده؟ سيبني في حالي، سيبني في اللي انا فيه. مش هتجوزه، مش هتجوزه. تعالي هنا، تعالي هنا تتجوزي مين؟ تعالي معايا يا جلية الرباية. اطلع عليك يا اما، اطلع فوق، اطلع يا جلية الرباية. مين؟ سي مساعد، لازم تفهم ان ابويا جايبك بمزاج، يعني زيك زي الافيونه كده. اي اكتر من كده مالكيش عازه. هو كان حصل ايه يعني؟ حط دسلك على طرف.
اللي يدوس لامي على طرف كانوا ضربني 100 طلقه. هي اللي ابتدت. تعمل اللي هي عايزاه. وده في عرف مين بقى ده؟ في عرف البيت ده، ولو ما تعرفوش اعرفهولك. ام ست البيت، وكلمتها تمشي على الكل، من حيطان الارض للبشر اللي عايشين فيه. وده اخر انذار ليكي. لو سمعتيها تاني كلمه ما عجبتهاش مش هيبقى ليكي مكان وسطينا. أي. خصيمك النبي زي ما تزعل من امك، ورحمه ابوك وابويا يا شيخ ما تزعل منها. انت عارف مرات عمك تطلع وتعمل هلوله كبيره وتنزل على ما فيش. امك الوحيده يا منصور اللي لو ضربتني بالبلغه ما ازعلش منها. ده اللي مربياني ياض. والله هي ما عايزه حاجه في الدنيا ديت غير ان هي تجوز ليلى وصفيه وتطمن عليهم. هو انا اللي واقف في طريق جوازهم يا منصور؟ محدش قال كده. انا عارف ان غلاوتهم عندك من غلاوه ناديه تمام. ورب الكعبه ويمكن اكتر. كل اللي بتمناه من ربنا ان الثلاث بنات يتجوزوا احسن جوازات، بس بالعقل. مش عشان امهم عايزه تجوزهم نرميهم كده. وبعدين ما انت شفت العريس ده مشروع ارهابي قد الدنيا. ده مش بعيد كان ضم اختك للسبايك. زين باشا، محتاج حضرتك ثانية واحدة. خير يا امين رضا. اتكلم، ده منصور واد عم انا وهو واحد. عملت زي ما قلت لي بالظبط. وصلت لايه؟ القتيلة كانت شغالة ببيت هتلر من 7 شهور. متأكد من الكلام ده؟ كل اللي شاف اسرتها قالوا كده. 7 شهور اللي طلعت من بيت هتلر وهي حامل في التاني. وهتلر عنده ديب في البيت اسمه مسعد. دي واضحة زي الشمس يا رضا. وربنا وشك حلو يا واد عمي. كمل شاك وروح انت، عندي مشوار مهم. تعالى معايا. قول لي وش حلو في ايه؟ اقول لك بعدين. الشحنة كده تمام يا ابوي. الله يرضى عليك يا ولدي. معاود المباحث زين صالح القناوي بره وعاوز حضرتك. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وده عاوز ايه ده؟ قعدوه شوفوه يشرب ايه لغايه ما يجيله. يا مرحب بالغالي ولد الغالي. انا عارف معزته عندك قد ايه. ازيك يا زين بيه؟ الحمد لله. ازيك يا مسعد بيه؟ ازيك يا زين بيه؟ الحمد لله. اتفضل. زيد فضلك. خير يا زين بيه؟ خير ان شاء الله. ما عارفش حضرتك تعرف ولا لا، الخدامه اللي كانت شغاله عندكم اللي اسمها مريم اتقتلت. قتلت ولا ماتت موتة ربنا، احنا مالنا؟ كان من بقية عيلتنا؟ لا يا مسعد بيه، بس هي اتقتلت وهي حامل في التاسع، وانتوا مشيتوها من البيت هنا من حوالي 7 شهور. يعني حملت في البيت ده، وللعلم ان اللي في بطنها طلع عايش. سبحان الله، ده من بخت ابوه. وعرفتوا اللي قتلها؟ اسأل ولدك. قصدك ايه؟ تتجننت يا ولد صالح؟ جاي تتهم والدي بجريمة قتل وفي بيتي؟ ما قالولكش ان ما في ضابط يقدر يجرب 10 كيلو من البيت ده؟ لا فيه. اسمه زين صالح القناوي، بينه وبينك خطوة. بيقول لك لو ولدك طلع اللي عاملها، ورحمة صالح القناوي لو وصلوا بيد الحبل المشنقة.